السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله الكل والجميع بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم جايتكم فيديو جديد خفيف لطيف إن شاء الله يكون عليكم، وحبيت من خلال هذا الفيديو أشارككم كفكرة للعزايم. أنا اليوم جايتكم بفكرة كل سهلة وبسيطة، يمكن تشوفوها يعني صينية بها هواي أشياء، بس هي لا كلش سهلة. إذا عندنا عزيمة أو ثواب نقدر نسوي هذا الصينية بأقل وقت وننجز وبدون تعب وبدون وقفة هواي بالمطبخ. قبل لا ندخل على فيديونا لهذا اليوم نسمي بسم الله ونصلي على حبيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا كانت عندي عزيمة ثواب الأب الفضل العباس سلام الله عليه، إن شاء الله كنا بشفاعته يا ربي. فهنايا أني هذا شغلي بالليل، وهنايا حتبل الدجاج وياكم وأسوي الكفتة. هنايا محضرة الطعام هرست بصل ثوم وفلفل أحمر، ضفت عليه الخل الأبيض، الملح، 7 بهار. شنو أنتوا البهارات اللي تحبوها أو المتعودين بيها للشوي بنات ضيفوها. أنا من البهارات ضفت 7 بهار، كركم، كاري، فلفل أسود، زنجبيل، كزبرة مطحونة، كمون، هيل، بهارات خاصة للشوي. ضفت زيت وضفت حامض الليمون، وكل هذه المكونات أمزجها مع بعض وأتبل بيها الدجاج. والدجاج بنات لازم نتبله قبل بيوم، لأنه الدجاج الشوي كل ما يقعد بالتتبيلة ينطينا طعم كلش طيب. وهنا تبلت الدجاج بنات وراح أغطيه بالنايلون الغذائي وأبقيه بالثلاجة الثاني يوم يلا أشوي. من بعد ما كملت الدجاج هنايا الكفتة هماتين، محضرة الطعام ثرمت بصل وثوم والبابريكا أو الفلفل الأحمر، وأضيف عليه كيلو عندي من اللحم المثروم خسلته، وأضيف عليه البقسماط، فلفل أسود، و7 بهار والملح فقط. كل الأضافات اللي أضيفها على الكفتة بنات. هذه 7 بهار، أضفت فلفل أسود، اللي يحب الحار يزيد حار. هذا هماتين الملح، وأبدي أعجن بيهم بنات إلى أن تتماسك عندي تماما. شلون تعرفونها تماسكت بنات؟ من تلزموها يصير بيها نوع من اللزوجية. إذا وصلتوا لهذه المرحلة خلاص تكتفون. سويتها على شكل كور بنات وخليتها بالمجمدة. طبعا هذه ثاني يوم، لأنه بصراحة أنا بالليل ما صورت يعني شلون كورتها، وأنه كان عندي شغل كلش هواي وردت أنجز بصراحة. وهنايا ثاني يوم الدجاج خليته بالصينية، سلبنتها على ورق الزبدة ودخلته على الفرن. بنات الدجاج خليته على نار كلش بحيث الدجاج أخذ من عندي 2.5 ساعة. أعرف الدجاج بسرعة يستوي، وتقريبا يعني ما ياخذ له كلش يمكن 40 دقيقة 45 دقيقة ساعة هو يستوي، بس أنا تقصدت لأنه أريده يستوي ويتحمر على كيفه، حتى أنا ما يكون بالي يمه وكل شوية مثلا أقلبه وأرجع له، وهذه لا، لأن عندي شغل غيره. فدخلته على الفرن وبصراحة نسيته يعني أخذ وقته. وهنا عندي بالقدر ضيف الزيت، وأضيف البازاليا والجزر اللي طبعا هو مجمد. أبدي بنات أحمس فيهم 3 دقائق 4 دقائق، ما أطول، لأنه حتى أنا ما أريدهم كلش يذبلون أو أخليهم يستوون 100%، لا، بس مجرد تقليب مثل ما قلت لكم 2 3 وخلاص أرفعهم من النار. طبعا أنا دا أسوي الخطوات كل سريعة وياكم حتى أنا ما يطول عندكم الفيديو ويكون ممل. وضفت على البازاليا رشة من الملح والقرفة اللي هي الدارسين والهيل، قليل من الهيل. ومن بعد ما رفعت البازاليا والجزر أضيف الشعرية بنفس الزيت اللي سويت بيه البازاليا والجزر. عندي تقريبا يعني كيلو من الشعرية أو أكثر من الكيلو. وهذه الشعرية من بعد ما تحمرت عندي تماما، طبعا من التقليب المستمر أبد ما أفتها، أضيف البهارات، أضيف البرياني، هيل، قرفة، الكزبرة المطحونة. هذه بهارات بنات اللي ضفتها على الشعرية. طبعا أنا متعودة إذا عندي مثلا عزيمة أو ثواب أحب البهارات أطحنها فريش، لأنه ريحتها ما شاء الله يعني بعد كلش طيبة. هنا هسه أضيف المي وأبقيها تتهدر على كيفها.
ومن بعد ما تتهدر أضيف عليها البازاليا والجزر. هنا ضفت الملح وخلاص أغطي عليها وأبقيها تتهدر على كيفها. ومن بعد ما تهدرت عندي الشعرية ما شاء الله، طبعا شعرية منثورة وكلش حلوة. هنا هسه أضيف عليها الحشوة، أقلبها تقليبة يعني على كيفي، وأبقيهم يتهدرون اثنينهم سوا. يعني الخضروات تاخذ من البهارات اللي ضفتها على الشعرية. صلوا على محمد وآل محمد. بنات حوقلوا واستغفروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنايا بالكفتة حبيت أسوي داود باشا، لأنه داود باشا كل السهلة، ومثل ما قلت لكم أنا عندي عزيمة ولازم أنجز، يعني لازم الساعة بالوحدة أنا كل شيء مكملة، فما أريد مثلا أسوي أكل ياخذ وقت وأطول بيه، لا، أختار أكلات ما تاخذ وقت من عندي وبنفس الوقت تكون طيبة ومرتبة. هنا بديت أقلب الكفتة يعني وجبة إلى أن كملت عندي كل الكمية. وطبعا الكفتة بنات احنا من نحمرها يعني بس الوجه ياخذ، وكل الغلاف الخارجي هي يعني ما مستوية من الداخل، لا تبقى يعني طرية ما مستوية، أو اللحم ني العفو. فبهذه الخطوة يعني نخلي بالنا. هذه بدي أقلب بيهم إلى أن من كل الجهات تتحمر وخلاص. وهنا بالقدر الثاني أضيف زيت، وضفت بس ثوم بنات، لا تضيفون الكفتة ما تحب البصل، أو صوص الكفتة ما يحب البصل. ضفت كمية من الثوم، يعني مجرد ما شرحتهم حمستهم على السريع، وأضيف المعجون. ولا تخلون بنات الثوم ياخذ لون غامق كلش، لأنه ينطي مرورة بعدين، حرامات تخرب عندكم الطبخة. هنا ضفت المعجون، يعني أحمس المعجون تقريبا دقيقة، وأضيف المي. وأني بهذه الصوص بنات يعني ما ضفت هواي صوص، لأنه ما أريد المرقة، أنا كنت محتاجة بس الكفتة. هسه أضيف المي وأخليه يتسبك على كيفه إلى أن أكمل باقي الكفتة. وإن شاء الله بنات كل الخطوات وضحت عندكم. هنايا من بعد ما سبك عندي الصوص أضيف عليها الكفتة. مثل ما تشوفون بنات أنا ما مكثرة صوص. إذا أنتم حابين تسووها يعني طبخة يعني عادية كوجبة مثلا غدا عشاء، لا أنتم كثروا الصوص إذا تحبون يعني. وبنات داود باشا كلش طيبة، بالأخص ويا التمن الشعرية كلش طيبة، تصير يعني وجبة ما شاء الله. طبعا أنا بيومها جبت طباخ الكهربائي، فاللي أسويه على الطباخ رأسا أهدره على الطباخ الثاني. هنايا هسه أسوي التمن. قبل لا أطبخ التمن أحمص المكسرات. أبدي عندي الكاجو واللوز والكشمش. أحمر أول مرة الكاجو، من بعد ما تحمر عندي أرفعه. بنات ليش أنا بنفس الزيت اللي أطبخ بيه التمن أسوي بيه المكسرات؟ لأنه ينطي طعم كلش طيب بنات للتمن. طعم المكسرات حيكون كله بالتمن. هسه أرفعهم. وهنا أنا دا أشوفكم هماتين طبخت دجاج أحمر طلبوا من عندي، وألف عافية عليهم يا ربي، وإن شاء الله يا ربي الثواب الواصل. هنا هماتين اللوز من بعد ما حمرته همات أرفعه، وأضيف الكشمش. بنات إذا عندكم عزومة لا تخبصون نفسكم ولا تدخلون نفسكم انذار، لا، يعني رتبوا وقتكم. إذا عندكم مشاوي أو عندكم مثلا الكفتة كباب أي شيء، هذا كله من الليل سووه، حتى الصبح تكونون مرتاحين وخطواتكم مرتبة وما تنخبصون بالمطبخ. هي يوم العزايم يعني شنو جراندايزر انطلق يعني ما نقعد أبد. وهذا الكشمش هماتين أحمره وخلاص أطبخ التمن وياكم. وهنا حبيت أشوفكم الزبيب أو الكشمش. شوف بنات ما شاء الله، شوف حبايته شلون نفخت. وطبعا أنا ما أحب بصراحة يعني أنقعه، لا هيك بس أغسله شطفة على السريع وخلاص أنشفه.
ولو أني بالأكل بصراحة مو من محبينه، ما أحبه يعني ما أكله، بس إذا مثلا عندي عزيمة لها لا لازم أسوي، لأنه أكثر الناس يعني تحبه. أي فهنا هسه أطبخ التمن. هنا طبعا صار أنا جدرين من التمن، فلا راح أطبخ وياكم جدر واحد. طبعا هذا الجدر ما شاء الله صار كلش طيب مثل ما قلت لكم، لأنه كل المكسرات الزبيب اللي هو الكشمش يعني صار بطعم الزيت. فهنا أقلب التمن، أضيف الملح وأضيف شوية من الكركم، بس سويته كلش أصفر. شوف بنات رشة من الكركم وخلاص. أبدأ أقلبه بالزيت دقيقتين ونص، حتى أنا كل حبات التمن تكون نثرية. طبعا هذا كلامي للمبتدئات اللي داخلين مطبخ جديد أو المتزوجات جدد، من يقولوا لكم عزيمة لا تتفاجئون وتصير بوجهكم 100 علامة استفهام. لا ادخلوا للمطبخ وانتوا هيك يعني قويات وطلعوا كل إبداعاتكم، والله انتوا راح تتفاجئون من نفسكم. بس مثل ما قلت لكم كل خطواتكم تكون مرتبة ولا تنخبصون بالمطبخ. ومن مثل بنات ما تحب أحد يدخل عليها بالمطبخ. طبعا أني من النوع اللي ما أحب أبد أحد يدخل علي بالمطبخ أو يحاكيني، لا هيك أريد أطبخ أني بيني وبين نفسي. ونايا من بعد ما ضفت المي على التمن أبقي إلى أن ينشف مية وأبدأ أهدره. وهنا شوفوا كفتتنا أو الداود باشا ما شاء الله ما شاء الله، شوفوها شلون مسبكة بنات، طبعا كلش طيبة. وهنا من بعد ما سلقت البيض ضفت قليل من الزيت وبديت أحمر البيض، ومثل ما تشوفون يعني تحميرة خفيفة. وهنا بديت أصب، صبيت التمن. شوفوا بنات ما شاء الله التمن شلون نثري كلش حلو. وضفت عليه الحشوة المكسرات، رتبت الدجاج الكفتة البيض، وهذه صينيتين ما شاء الله صارت يعني الحمد لله والشكر، الله بيض وجهنا بيها. وطلع الأكل كلش طيب مثل ما تشوفون، أكل كلش بسيط صراحة ما أخذ من عندي أي وقت، أكل طيب ومرتب وسريع. وإن شاء الله تستفادون من هذه الفكرة أو الوصفة، أنتوا شنو تحبوها على راحتكم. طبعا كانت بالعزيمة غير أكلات، بس بصراحة أنا اختاريت هذا الجزء حتى تستفادون من عنده. هذا فيديونا كان لهذا اليوم، وهذه وصفتنا أو طبختنا، إن شاء الله عجبتكم. ولهنا حابة أقولكم مع ألف سلامة.